الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الأشهر التي يغفل فيها كثير من الناس شهر شعبان، فهو شهر يغفل فيه الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. فقد جاء عند البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب الصوم في شعبان، وقد أخرج النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سببين للإكثار من الصوم في شعبان. السبب الأول أنه شهر يغفل فيه الناس، فإن أكثر الناس عظموا رجب وينتظرون رمضان فيغفلون عن شعبان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على عمارة الأوقات التي يغفل فيها الناس. والسبب الثاني أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، وهذا الرفع السنوي ترفع فيه الأعمال، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصوم فيه حتى يرفع الله عز وجل عمله وهو صائم. وكذلك شهر شعبان أيها الإخوة الكرام هو شهر القراء، فيه يقبل القراء والحفاظ على مصاحفهم وتعاهد حفظهم استعدادا للقيام في رمضان الذي هو شهر القرآن. فقد كان سلمة بن كهيل يقول: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فالصوم في شعبان هو كالترويض وتعويد النفس وتزكيتها وتطهيرها وتقويتها حتى يدخل عليها رمضان وهي مستعدة للصيام وللتعبد فيه. فاغتنموا إخوة الإيمان شهر رمضان اقتداء بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ولا تكونوا من أهل الغفلة والنسيان، وسارعوا إلى مرضاة الرحيم الرحمن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا في شعبان وبلغنا رمضان، والحمد لله رب العالمين.